محاولة اعتقال مغني الراب الجزائري تراب كينج، وذلك بعد الإساءة لملك المغرب والشعب المغربي الأبطال الغيورين عن وطنهم وعن بلادهم. أفادت مصادر متطابقة أن مجموعة من المواطنين المغاربة الغيورين على المؤسسة الملكية تمكنت من جمع ما يقارب 100,000 توقيع للمطالبة بمتابعة مغني راب جزائري يطلق على نفسه اسم تراب كينج بسبب تصريحات وعبارات اعتبرت مسيئة للعاهل المغربي، حيث وصفه بعبارات مهينة. ووفقا للمصادر نفسها فقد تم إعداد ملف قانوني متكامل سيتم إيداعه غدا لدى الأمم المتحدة للنظر في القضية واتخاذ الإجراءات المناسبة. كما يرتقب أن يناقش مجلس الأمن الملف في جلسة استثنائية بعد الانتهاء من الملفات الثانوية المتعلقة بالحروب والأزمات الدولية. وسنوافيكم بأي تطورات فور صدور القرار الأممي النهائي بشأن الأغنية المعنية المسيئة لملك المغرب، وذلك على خلفية تصريحات وأغاني اعتبره بعض المشاركين في الحملة مسيئة للمؤسسة الملكية المغربية. ملك المغرب محمد السادس هو سليل الرسول وأمير المؤمنين وحامي الملة والدين. الملك محمد السادس هو ملك المملكة المغربية، وينظر إليه من طرف العديد من المغاربة باعتباره أمير المؤمنين، وهو اللقب الذي ينص عليه الدستور المغربي ويعكس دوره في حماية الدين ورعاية الشؤون الدينية بالمملكة إدانة دولية واسعة، كما دانت الدول العربية الشقيقة بأشد العبارات الكلام الفاحش الذي أطلقها المغني الراب الجزائري. إدانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا والتشيك وبلجيكا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين وقطر والمملكة السعودية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ما تفعله الجزائر من سياسة عدوانية والهروب إلى الأمام ونسيان الأمر الواقع عبر الإعلام الرسمي الجزائري الذي نجح في التركيز على المغرب ونسيان شعبه من أبسط حقوقه. كما قامت الجزائر باستغلال الفنانين لنسيان الهزيمة التاريخية. حول الصحراء المغربية